الله. الله 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 يا حبيب الله. الله 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 يا رسول الله. قمر إذا كشف اللثام رأيته أبهى من البدر المنير وأحسنا. يا من تخيره الإله لخلقه شمسا ونجما ونورا وسنا. يا من على باب الجنان أول من مثله من عرش الله قد دنا. الله 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 يا رسول الله. الله يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وجعله مثلا كاملا للعاملين بمنهج الله وأسوة حسنة للمؤمنين وحجة على خلقه أجمعين. الصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عظيم الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الأنبياء، وفي الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن مكانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند سيدنا آدم أبو البشر. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم عند سيدنا عيسى عليه السلام. في إصحاح أو فصل 44 ما بين الأعداد 1 إلى 11، واللي نهايتها بتقول: فكلم الله حينئذ إبراهيم قائلا: خذ ابنك بكرك إسماعيل واصعد لتقدمه ذبيحة. بيكمل سيدنا عيسى وبيقول: فكيف يكون إسحاق البكر وهو لما ولد كان إسماعيل ابن 7 سنين. خلي بالكم، شايفين شهادة حق من سيدنا عيسى إن خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هيجي من ولد الذبيح اللي هو سيدنا إسماعيل. هما بيقولوا إن سيدنا إسحاق جدهم هو الذبيح علشان يبقى الاستحواذ المادي للنبوة، النبوة ما تخرجش من سلالة سيدنا إسحاق. لكن سيدنا عيسى عليه السلام ما عندوش التحيز العرقي اللي هم فيه، ولكن هو بيشهد شهادة حق أن النبي الخاتم جاي من خلال سلالة سيدنا إسماعيل أبو العرب. شوفوا في الإصحاح في إنجيل برنابا، تأملوا كده في عدد 19 إلى 31 اللي بيقول فيه سيدنا عيسى عليه السلام: بذلك أقول لكم إن رسول الله بهاء يسر كل ما صنع الله، لأنه مزاد بروح الفهم والمشورة، روح الخوف والمحبة، روح التبصر والاعتدال، مزدان بروح المحبة والرحمة، روح العدل والتقوى، روح اللطف والصبر، التي أخذ منها الله له 3 أضعاف ما أعطى لسائر خلقه. صدقت يا نبي الله سيدنا عيسى عليه السلام. ده فعلا وصف النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. احنا لسه بنكمل الأعداد من 19 ل 31 من الفصل أو الإصحاح رقم
44 لإنجيل برنابا. سيدنا عيسى عليه السلام شوفوا ازاي بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: صدقوني إني رأيته وقدمت له الاحترام كما رآه كل نبي، لأن الله يعطيهم روحه نبوة، ولما رأيته امتلأت عزاء. يا سلام! انتوا فاكرين ميثاق الأنبياء اللي احنا اتكلمنا عنه لما ربنا سبحانه وتعالى أخذ من ظهر سيدنا آدم سلالة سيدنا آدم وأشهدهم على أنفسهم، وبعدين اصطفى من سلالة سيدنا آدم الأنبياء. انتوا متخيلين المشهد ده؟ متخيلين ان الله سبحانه وتعالى بياخد ميثاق غليظ من الأنبياء جميعا ان هم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وينصروه. وينصروه فين؟ ينصروه مع أقوامهم، مع الأمم بتاعتهم، ينصروه وينصروه ويؤمنوا بيه ويوصلوا ويهيئوا الأمم لاستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم، وبياخد معاهم منهم الميثاق الغليظ وبيشهدوا، والله سبحانه وتعالى شاهد كمان. ده حاجة عظيمة جدا، ده شرف كبير، يعني احنا نفخر بيه، لأن ده شرف للرسول صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى. بصوا في نص كلام عيسى عليه السلام اللي دونه برنابا، بيقول ايه؟ يا محمد ليكن الله معك وليجعلني أهلا أن أحل سير حذائك، لأني إذا نلت هذا صرت نبيا عظيما وقدوس الله. شوفوا سيدنا عيسى عليه السلام بيتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يمشي على خطى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهجه وعلى سنته. ده توقير من سيدنا عيسى عليه السلام لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عموما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي. وعموما من أول ما ربنا سبحانه وتعالى خلق البشر كلهم وخلق الأنبياء هما على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هما واخدين ميثاق من الله سبحانه وتعالى أنهم يؤمنوا به وينصروه. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. سيدنا عيسى بيكمل وبنعرف تفاصيل دقيقة جدا في الإصحاح ده. الإصحاح 35 من عدد 6 ل8 بيقول: أجاب يسوع لما خلق الله كتلة من التراب وتركها 25,000 سنة بدون أن يفعل شيئا آخر، علم الشيطان الذي كان بمثابة كاهن ورئيس للملائكة أن الله سيأخذ من تلك الكتلة 144,000 متسمين بسمة النبوة. يعني 144 نبي بتاخدوا من أولاد سيدنا آدم بيبقوا أنبياء. بيكمل سيدنا المسيح عيسى بن مريم بيقول: ورسول الله الذي خلق الله روحه قبل كل شيء آخر ب60,000 سنة. ب60,000 سنة. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: منذ متى كنت نبيا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وإن آدم بين الروح والجسد، صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى خلق الروح والنموذج الأكمل والأمثل وكل الصفات في مخلوق اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد كده وزع الصفات على بقية المخلوقات. محمد حبيب الله الله. لو اتكلمنا عن رسالة سيدنا عيسى عليه السلام، احنا عارفين طبعا ان اليهود قبل نزول سيدنا عيسى كانت المادة بقت شيء قوي جدا في حياتهم، غير ان طبعا الاحتلال الروماني لبني اسرائيل وكده، يعني كان في طغيان وقهر
وشدة في التعامل مع الناس وعنف شديد جدا وظلم وضغوط نفسية شديدة جدا وعلم، يعني المادة كانت طاغية طغيان شديد جدا في هذه الفترة. فالله سبحانه وتعالى أرسل سيدنا عيسى علشان يخرج الناس من العالم المادي ده إلى الروحانيات، شيء روحاني، عشان يمزج ربنا سبحانه وتعالى بين المادة والروح، ما يبقاش مفصول الأمر، مش مفصول ما بين الروح والمادة، الروحانيات والماديات. فسيدنا عيسى نزل بروحانيات، بسلام، بتسامح، علشان يجعل القوم ما يظلموش بعض، ما يضغوش على بعض، ما يقهروش بعض، ما يتعاملوش مع بعض بالعنف وبالقتل وبالسفك الدماء وبالماديات. فهتلاقي مثلا في إنجيل يوحنا بيقول إذا أحد ضربك على الخد الأيمن فأدر له الخد الأيسر. فطبعا ده اللي جم بعد كده بقى وانتسبوا لاتباع سيدنا عيسى خدوا الروحانيات وفصلوها عن الماديات خالص، فابتدوا يعملوا الرهبانية اللي ابتدعوها دي ما ادوهاش حق رعايتها. طبعا فصلوا الماديات عن الروح، وربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا عشان نتعامل معاها، بس نتعامل بقى معاها بسمو، نرتفع بروحانيات، لكن ما ننفصلش الماديات عن الروحانيات. لكن هم فصلوا وابتدوا بالروحانيات دي يخلوا سيدنا عيسى هو إله، يخلوه بعض الطوائف يخلوه ابن الله، سيدنا عيسى نازل عشان يخلصهم من ذنوبهم، وكل الذنوب اللي جايه بعد كده سيدنا عيسى هو اللي شايلها. يعني اشياء طبعا روحانيات تماما ملهاش اصل وملهاش حقيقه. الله سبحانه وتعالى كان ربنا سبحانه وتعالى لما انزل سيدنا عيسى كان بيمهد لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاي يمزج ما بين الروحانيات والماديات، يصحح سيدنا عيسى اللي حرفوه عن سيدنا موسى، وما كانوا بيتعاملوا مع سيدنا موسى برضو بالماديات. يعني حتى لما ربنا سبحانه وتعالى أنقذهم من آل فرعون حولوا الله برضو لعجل، يعني حاشا لله، استغفر الله رب العالمين، جعلوا الإله عجل وعبدوه، فبرضه حولوا الاشياء ماديات. طبعا الماديات دي بقت عندهم حبهم للذهب وحبهم للدنيا والشهوات و فكان لازم يبقى سيدنا عيسى الطريق الممهد لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، انه يدي للروحانيات ويصحح بعض اللي غيروه في التوراة، ويحلل بعض الذي حرم عليهم ويحرم بعض الذي حللوه، تمهيدا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. النصارى خلوا سيدنا عيسى عليه السلام الله وابن الله، حاشا لله، وثالوث، يعني غالوا في الأشياء. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا عاملوني كبشر، حبوني في الله، لأن الله سبحانه وتعالى بيحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما ينفصلش عن حبنا لله أبدا، ما ينفصلش حب سيدنا محمد لوحده وحب الله سبحانه وتعالى، لا، ربنا سبحانه وتعالى بيحب سيدنا محمد، فأنا بحب سيدنا محمد عشان ربنا سبحانه وتعالى يحبني وأوصل حبي لله. ما نغاليش زي ما غالت النصارى سيدنا عيسى وادته في التمديح والإجلال إنه يوصل لمرحلة فوق مرحلة البشر.
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ربنا سبحانه وتعالى يعني ما فصلش في ديننا الحنيف ما بين الماديات وما بين الروحانيات. الدنيا بنستخدمها لان احنا نسمو بيها ونصعد بيها ونقابل بيها الله سبحانه وتعالى بالاعمال الصالحه وبالاعمار وبمحاربه اعداء الله. ما فيش حد هيظلمنا هنديله خدنا الايمن ونديله خدنا الايسر، لا، احنا نصد ونحارب اعداء الله وننشر كلمه الله ونعلو بكلمه الله سبحانه وتعالى على الارض وعلى الناس جميعا. شوفوا وصف الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم والذين معه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيؤكد ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسوله، بيؤكد رسالته. والذين معه، ربنا سبحانه وتعالى بيوصف أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي معاه الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم من شدة إخلاصهم واتباعهم له. بيوصفهم الله سبحانه وتعالى بصفات جميلة جدا: أشداء على الكفار. الله، احنا قلنا قبل كده أسود بالنهار، يعني هم أشداء على الكفار. كل من يحاول يصد عن سبيل الله أو يصد إن الإنسان يؤمن بالله سبحانه وتعالى، وإنه كل من يحاول يصد إن كلمة الله تبقى هي العليا ويحاولوا يطفوا نور الله بأفواههم، لا، هم يبقوا أشداء في الحق وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى في الأرض. أشداء على الكفار رحماء بينهم. الله، يعني الرحمة والود بينهم والتعاطف والتقارب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف ده برضو رحمة، لأنه بيبقى حابب إن أخوه يخش الجنة برضو، إنه ما يبعدش عن طريق الله سبحانه وتعالى، فدي رحمة من الرحمات. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دي رحمة من الرحمات اللي اتصف بها برضو يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيساعدوا بعض، بيتكاتفوا مع بعض، بيعملوا مجتمع صالح متكاتف مع بعضه. ما فيش حد بيبقى محتاج حاجة إلا ما بيبقوا واقفين جنبه. رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. احنا قلنا أسود بالنهار ورهبان بالليل، ما ده وصف من وصف برضو الصحابة عند أهل الكتاب. رهبان بالليل يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى. عمرهم ما بيزكوا أعمالهم عند الله سبحانه وتعالى، ما بيزكوش نفسهم. يعني زي ما احنا احيانا بعض اللي موجودين يجي يقول والله انا كويس، انا بصلي، انا اكيد انا احسن من غيري، يعني ما بيزكوش اعمالهم ابدا. بيخافوا ان الله سبحانه وتعالى لا يتقبل عمل من اعمالهم.
هم بين خوف ورجاء. خوف لأن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل أعمالهم مع شدة طبعا إخلاصهم الشديد، فخايفين إن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل أعمالهم، ورجاء برحمة الله سبحانه وتعالى أنه يتقبل ويعطيهم من فضله العظيم سواء في الدنيا أو في الآخرة. فهم يتقربوا إلى الله بقوة بقيام الليل، وتقرب إلى الله بشدة الأعمال الصالحة وبكتر الأعمال الصالحة وبكتر إيمانهم وقربهم وإخلاصهم لله سبحانه وتعالى. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ربنا سبحانه وتعالى بيمدحهم وبيقول إن قد إيه هم مخلصين للتقرب إليه سبحانه وتعالى بشدة كثرة السجود، وبتبقى من كثرة السجود في علامة في وجوههم، وده هيبقى نور يوم القيامة ليهم، وهيبقى واضح جدا بين الأقوام إن دول أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا النور. ذلك مثلهم في التوراة، يعني الله سبحانه وتعالى وصفهم في التوراة عند أهل الكتاب، وصفهم بدقة علشان يبقوا هم قدوة، مثل يتمثل به أهل الكتاب، يمشوا على نهجهم وعلى طريقتهم عشان ينصروا الله سبحانه وتعالى. مع يعني مثلا زي سيدنا كده موسى لما قالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، لكن الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم اذهب أنت وربك فقاتلا نحن معكم، يعني احنا كمان معاكم، احنا مش هنتخلى، مش هنقول زي ما أهل الكتاب قالوا ان انتوا روحوا قاتلوا واحنا هنا قاعدين، لا احنا معاكم وهنحارب معاكم. فكان الله سبحانه وتعالى وصفهم بدقة شديدة جدا، واحنا قلنا الوصفات دي في الحلقات اللي فاتت، قلنا ان هم يعني أشد الناس إلى الموت من الماء اللي بينحدر من أعلى الجبل إلى أسفله، وبرضو أسود بالنهار رهبان بالليل صدورهم أناديلهم قربانهم دماؤهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى وصفهم وصف دقيق في التوراة علشان أهل الكتاب يتمثلوا بيهم، ومثلهم في الإنجيل برضو وصفهم في الإنجيل، ما سابش الأقوام أبدا إلا كان بيوصف الصحابة، بيوصف الرسول صلى الله عليه وسلم وبيوصف الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يعني إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى لما قال في الإنجيل هنا، لما وصفهم في الإنجيل عشان ما يفصلوش المادة عن الروحانيات، فبرضو ربنا سبحانه وتعالى مثلهم بشكل الزرع اهو، برضو مادة اهو، والأغصان والزرع والاستغلاظ، كل ده أشياء مادية لكن فيها جوه قدرة من الله سبحانه وتعالى إلهية، بأن الزرع بيكبر وبيعجب الزراع، فالناس كلها هتعجب بصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهيبقى قدوة ليهم ومثل ليهم كلهم ان احنا نقتدي بيهم. ده اعجاب الواحد لما يشوف كده، يشوف الصحابة واحد ورا التاني يعجب بشخصية كل واحد ورا التاني، يشوف كده ان قدوة الواحد يتمثل بيها ويبقى يتمنى انه يبقى ولو جزء بسيط منهم، يبقى ده اعجاب كده بيه. لكن الكفار بيزدادوا غيظ وحسد علشان ربنا سبحانه وتعالى فضل هؤلاء على بقية العالم كله أجمعين. اللهم اجمع بيننا وبينهم في الآخرة كما آمنا به ولم نره. اللهم اجعل الدنيا تعارفا على سنته،
واتباعا له ولدينك من خلاله. اللهم إنك قائل لنبيك العظيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فأحبنا يا الله بحبه، ووفقنا أن نتبعه حق اتباعه. آمين يا رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. احنا في الحلقة دي اتكلمنا عن مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم بين الأنبياء والرسل، وإن شاء الله في الحلقات القادمة هنتكلم عن مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. محمد حبيب الله، لا إله إلا الله. محمد حبيب الله، لا إله إلا الله. محمد حبيب الله، لا إله إلا الله. محمد حبيب الله.